أسلم. وحدة تغسل الموتى، فنادوها ناس قالوا لها عندنا ميت أو ميتة نبي تغسلينها، ونادتهم أسرة من الأسر الطيبة الممتازة اللي يخافون الله، فنادتها فجابوها هذه اسمها منيرة، فدخلوها على الميتة، فتحوا الباب دخلوها على الميتة وقفلوا الباب، قفلوا عليها، اي سكروا عليها الباب، طقت عليهم ما في أحد، فطالعت الميت وناظرت وش اللي جايبين، ولهم أمنين كلش للميت، الحروط، الموية، أدوات التغسيل، أدوات الطيب، يعني كلش مكتمل، كل شيء مكتمل. فهي توكلت على الله سبحانه وتعالى وغسلت هذه الميتة، فافتشت وجهها، يوم افتشت وجه الميتة إلا تفاجأت مفاجأة عظيمة، خافت وارتعشت من هذا المنظر، عودت طق الباب، الطق ما حد فتح، قامت تنفث على نفسها وتسمي وتقرأ وكذا. المهم هدت شوي الحمد لله وهدى روعها، ويوم هدت شوي غسلت الميتة، وبدأت كل ما تمسك يدها ولا تمسك تتفتت بين يدينها، إذا مسكت يدها تفتتت بين يدينها، وغسلتها وقضت وكفنتها وطقت الباب، ثم افتحوا الباب. فحينما فتحوا الباب هجت ركضت وراحت لبيتها، وقعدت 3 أيام ما تكلم أحد ولا تحكي أحد، فيها روعة في البيت. بعد 3 أيام قامت وزهمت على شيخ، قالت حصل معي كذا وكذا. قال لها الشيخ اسأليهم ليه سكوا الباب، وش سالفة ميتهم هذه البنت، وش سالفتها. كلمت الأخوان قالت بسألكم سؤالين، ليه أنتم سكيتوا الباب، وش سالفة الميت هذا، وش اللي ميت وش حصل معه. خليك معي يا أبو عبد الكريم. معك أنا، وش حصل معه؟ وش حصل مع الميت؟ أبو عبد الكريم وينه؟ أبو عبد المحسن. إيه. وش حصل مع الميت هذا، وش اللي قالوا لها حنا صكينا الباب. المهم لان جبنا قبل 8، وكل من شافها هج، اضطرينا اننا نقفل الباب علشان تغسلينها وكذا. اما المسألة الثانية وش في وجهها كذا، هذه فيها مسألتين نسأل الله العافية، انها لا تصلي ومتبرجة، وهذا اللي حصل معها وهذا اللي صار معها. الله يرحمها يا سلام. آمين 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 آمين. أسأل الله أن يرحمنا برحمته. الله يرحمنا برحمته. وأن وهذه يبارك لنا في دنيانا وفي آخرتنا يا رب يا الله. وهذه نصيحة للأخوان اللي ما يصلون. ترى الصلاة، لا شك الصلاة، شوف الصلاة اللي ما يصلي ويموت على ترك الصلاة، هذا يعني كما ذكر المشايخ كافر. أعوذ بالله. هذا يخرج، لأن الصلاة عماد الدين. أول ما ينظر يوم القيامة في الصلاة، فإن صلحت نظر إلى سائر عمله، وإذا ما صلحت رميت في وجهه. نسأل الله أن يحفظنا الله العافية وأن يعيننا وإياكم. ولا يا أبو عمر؟ الصلاة عماد الدين. يحسن لنا ولكم الختام، الله يحسن لنا ولكم الختام. آمين. اللهم جزاك الله خير. واحد كذا ما أدري، يعني واحد إنسان خلق مسلم وفي مجتمع مسلم، ومجتمع عرف قيمة الصلاة، لأنه لا يقبل لك شيء إلا بالصلاة. صح ولا لا؟ صحيح. فشلون أنت تترك الصلاة؟ شنو السؤال؟ وش المكسب من هذا؟ أنت وش بدور مكسب إذا تركت الصلاة؟ يعني أنت تدري أن الصلاة يعني كل شيء اسعد يعني، لكن إذا تركت الصلاة ترى ما عندك أي شيء، ما عندك أي شيء يعني. طيب أنت وش تبي؟ أنت وش تقصد من تركك للصلاة؟ نعم. وش المرجو منها يعني؟ أنت هل أنت هي عصاية أكيد، ولكن وش اللي يعود عليك؟ فكر وش العائد عليك بس، وأنت مفتي نفسك. نعم. بس.